الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواتنا الأعزاء الطيبين، غبت آه، بعض الوقت حتى أستجمع قواي وأستجمع وأستجم شوية وأريح أعصابي من القضايا الاجتماعية والقضايا النفسية والقضايا الأخلاقية والقضايا التي تكلمت فيها كثيرا، ولكني الآن عدت، وهذا من واجبي في هذه الحياة. أنا إنسان عندي رسالة لازم أأديها إزاي؟ أأديها بطريقتي. رسالة لا تتعارض مع إنسان أو مع كيان أو مع أي نظام كان. أنا ليس لي أي انتماءات إلا إن أنا بحب بلدي، وبحب قيادة بلدي زي ما هي، وبحب كل تراب أي حد في جمهورية مصر العربية جميعا وجميع الدول العربية. النهارده أنا هتكلم بس عن موضوع صغير خالص. هو مش صغير، هو صغير في الظاهر، لكن كبير في الحجم. والنهارده أنا مش هوجه كلامي للمجلس المحلي، ولا هوجه كلامي لمجلس المدينة، ولا هوجه كلامي لمجلس الوزراء، ولكن أنا هوجه كلامي للسيد رئيس الجمهورية بذاته. ما أعرفش إذا كان صوتي هيوصل أو مش هيوصل. حضرتك يا فندم، إحنا عندنا في القرى اتمنعنا من المباني إطلاقا على أي وضع كان، سواء كان في مصالحات، مفيش تمشية حال، سواء اللي عنده دور وعايز يبني الدور الثاني ما عندوش اي اهتمام، بيتعرض سنه يجري وراها، وفي الاخر مفيش فايده. النهارده المهندسين نازلين، النهارده اللجنه تعين، النهارده مش عارف ايه، الكلام ده كله لا يمت للواقع بصله. بل بالعكس، انا لا اتهم احد في اي شيء كان. دلوقتي انا بتكلم عن الموضوع من ناحيه اجتماعيه بحته لا غير، من ناحيه سلوك مجتمعي بحت لا غير يا ريس. اللي هو ايه؟ اللي هو دلوقتي اقل بيت في هذه القرى بقى عنده ولد واثنين وثلاثه واربع شباب، كله حصل بعضه يا ريس، والناس مش عارفه تجوز عيالها. ليه يا ريس؟ مش لاقيين مكان نجوز فيه العيال. عندنا الاماكن اللي احنا ممكن نبني فيها فوق، اللي هي جوه البلد، مش هقول لك تعدي على ارض زراعيه ولا الكلام. انا ضد التعدي على ارض زراعيه، ومن زمان ليا موقف وبتخنق لما اشوف بيوت في قلب ارض زراعيه. لكن البلد يا ريس، ايا كانت الارض، ملك الدوله، ملك الخاص، في عراقيل كتيره جدا 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 يا ريس. يعني ارجوك تدخل وانهي هذه المهاترات. الشباب يا فندم احلامها ضاعت بقى، ما عندوش امل انه يتزوج. شاب عنده 31 سنه ويقدر يتزوج، بس ما عندوش المقدره انه يروح يجيب شقه في مدينتي، ولا في الرحاب، ولا في كل المدن دي. احنا يا ريس مش بتوع الحاجات دي، احنا ملناش في الحاجات دي خالص، ومش بتاعتنا اطلاقا، ولا ما نقدرش عليها يا ريس. انت يرضيك يا ريس شباب دلوقتي عندهم 30 و31 و35 سنه ما اتجوزوش لمجرد انه ما عندهمش، مش لاقيين مكان يا ريس، وعندهم المساحه. انت بس اديهم، قول لهم ابنوا فوقكم، ما تبنوش مخالف قانونا. عملوا قانون، سرع القانون، في قانون سرع القانون، الناس مستعده تخلص الموضوع ده. لكن يا ريس لهذا الحد وصل بينا ان احنا مش عارفين نجوز عيالنا، ومش عارفين العيال تفتح بيوت. خلاص كده، طالما الموضوع كده، حضرتك بتحارب في المخدرات من ناحيه، وبتحارب في الفساد من ناحيه، وبتحارب. جزاك الله كل خير. طب ما احنا دلوقتي في قاعده عريضه من الشباب مش لاقي، هينحرف يا ريس على كبر سنه، هينحرف ويشرب مخدرات وهيزني وهيبلطج، وهتلاقي حاجات كتيره جدا ظهرت في المجتمع ده، اللي احنا مش عايزينها تظهر. احنا عايزين نعيش بس، ما نقضيش على احلام الشباب بس. انما قلت ان انا بتاع مدينتي او الرحاب
او اسمها ايه، انا بس بسمع الاسماء دي، انا بصراحه انا ما بعيرش اهتمام، لانها مش بتاعتي، ولا انا ولا اي مواطن غلبان في البلد دي عايش على جد حلو عايز يبني لابنه اوضتين وحمام ومطبخ يتلم فيهم يا ريس، ويعمل بيت. انا مش عارف، تروح دلوقتي المجلس المحلي يقول لك مش عارف مجلس المدينه، تروح مجلس المدينه يقول لك المهندسين، تروح مره المجلس مش عارف ايه يقول لك مش عارف ايه، هات لي خرايط، هات لي مش عارف ايه، هات لي نجيبه في الاخر كل ده هباء منصورا يا ريس. يا ريس انت حضرتك عايزين فلوس من الناس اللي هي تدفع عشان تاخد التصريح. الناس مستعده، طب موقفينهم ليه؟ هي القصه في الاخر هتلاقيها قصه منحدره على الفلوس، صح؟ مفيش مخالفات، مفيش، لكن هي القصه قصه فلوس تخش الدوله من جراء الاجراءات القانونيه. محدش عايز يمشي مخالف يا ريس، مع العلم ان الخلق الناس دلوقتي بقت متربصه لبعضها. ازاي؟ ده لو عمل انا هعمل، وفعلا عندها حق. ما هو الراجل ماشي قانوني ومش راضي، مش عارف مش عارف يعمل حاجه، مع العلم ان الرقعه بلدنا دي رقعه مباني ولا يمكن تكون حاجه تانية غير كده، يا ريس. طب انتم مانعين ليه؟ طيب يعني فهمونا الموضوع. املاك الدوله تتملك، الناس مستعده. الموضوع موضوع رخصه ومش عارف ايه وضرائب متاخره، الناس مستعده. طب ايه بس؟ يعني القصه كلها قصه فلوس، قصه فلوس. طب ندفع يا ريس، ما حدش اعترض، ما حدش عايز يمشي مخالف، ونحط التصريح كده في وش الناس، ويبقى رايح الحكومه رايحه جايه. احنا مش ضد الحكومه اصلا. انا اتكلمت في الموضوع ده، ولا اول مره بتكلم في هذا الموضوع يا ريس، لان انا من المتضررين، والناس كتير على شاكلتنا، يعني مش عارفين حتى. يعني عندنا مثلا انت باني دور، عايز تبني دور لابنك، او عندك حته عايز تبنيها لابنك. انا مش عارف، انا يعني الحته ديت موجوده في جوه البلد، في عقر دار البلد، انا مش عارف مانعينها ليه. طيب مانعين التوسع الرأسي الافقي انا مش عايزك توسع فيه، لكن الرأس يوسع فيه يا ريس، والحتت اللي هي في وسط البلد تتبني، لان بلد تعدادها، انا بتكلم بس على بلد واحده بس زي ابو غالب، تعدادها حوالي 86,000 نسمه. تعال ناهيك عن وردان، ناهيك عن القطه، ناهيك عن الحاجر، ناهيك عن بني سلامه، ناهيك عن اتريس، ناهيك كل ده يا ريس. الناس الشباب مش عارفه تتجوز، ودي ناس عمرها ما هتروح الرحاب ولا تسكن في الرحاب ولا مدينتي ولا الكلام ده، ولا لهم فيه اصلا يا ريس. حضرتك احنا مش طالبين اكتر من تسهيل الاجراءات. ده انت ده الموظفين والمهندسين تحس ان هم احنا اعدائهم. احنا مش اعداء حد يا ريس، احنا مش اعداء حد، وعارفين كل اللي بيدور وكل اللي بيحصل، بس احنا ما بنحبش نأذي حد. احنا كل القصه عايزين نعمل دور للولاد ونبني حته، ان كان عندنا حته فاضيه ولا حاجه نبنيها، اكتر من كده مش عايزين. فلوس ندفع يا ريس، ندفع. يا ريس انت قلت اللي هيدفع هيشوف العمر ما شافه. طب ندفع واحنا نشوف العمر ما شافه على جدنا برضه. في ناس غلابه، يعني في ناس غلابه جدا جدا جدا، وانا اولهم اقسم بالله. فربنا يبارك فيكم يا ريس. واللجان والجهات المختصه لازم تشوف ده وترفعه للريس، عشان يا ريس انتوا 1 2 3 4 دي بلد، مفيش واحد بيحط جانب، مفيش واحد الا ان كان ايه، بطرق ملتويه. مفيش واحد، مفيش يا ريس. الناس عايزه تمشي قانوني، وعايزه تمشي تحت مظله قانون الدوله، مش عايزه تمشي اكتر من كده خالص. انما معلش بالكلام، وانا ممكن واحد يقول لك يا ابني، يا عم ابني ويتهدي لي ليه؟ انا يتهدي لي ليه؟ انا مش عايز حد يهدي لي، انا عايز امشي قانون، اجيب تصريح وادفع المطلوب مني، وابني في النور في وش الشمس. بس هو ده كل اللي انا بتمناه. القضيه ديت قضيه يعني راي عام بصراحه يا ريس. والله العظيم الناس بتعاني. واحد عنده شاب واثنين وثلاثه واربعه ومش عارف يتجوز. كده الدنيا ممكن تبوظ يا ريس.
يعني وبدل ما احنا بنحارب مخدرات هنحارب دلوقتي بطاله، ولا بس يا عم انت، ولا هنحارب مش عارف ايه، ولا هنحارب ولا هنحارب ولا هنحارب. فربنا سبحانه وتعالى يكرمك يا ريس، ويكرم الناس المختصه، وسهلوا للناس، سهلوا للناس يا ناس، سهلوا للناس، خلي ربنا سبحانه وتعالى يسهل لكم اموركم. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.